شوف هذا هدف ميسي اللي كسر فيه رقم كلوزا وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم منفردا ب 17 هدف. هذا الهدف الأول على النمسا. شوف معي شو بذكرك هذا الهدف، يعني مين بيعرف شو بذكرنا هذا الهدف؟ يعني تلميح بسيط على نادي العاصمة. طيب شوف معي هذا الهدف الثاني اللي كسر رقمه السابق 17 وصار عنده 18 هدف في كأس العالم، وصار الهداف التاريخي طبعا بعد ما كسر رقمه السابق. تمام، يعني هدف رائع. هذا بيعكس إصرار من ليو ميسي على التسجيل. شوف كمان صار في كوبري قبل الهدف. ميسي ما طبيعي، صار عنده 26 مساهمة بكأس العالم، صار عنده 18 هدف في كأس العالم، كسر الأرقام القياسية اليوم. وعلى فكرة معلومة على الماشي، يعني ميسي لحد هلا مسجل أكثر من ضعف عدد أهداف كريستيانو بالمونديال. تخيل كريستيانو عنده 8 أهداف، ميسي عنده 18 هدف، يعني مسجل أكثر بهدفين. لحد هلا بكأس العالم مسجل 5 أهداف، وتخيل 5 أهداف ما في منهم هدف واحد ركلة جزاء، لأنه اليوم أمام النمسا ضيع ركلة جزاء. ما بده يكسر رقم كلوزا أبدا بركلة جزاء، لازم يسجل هدف أسطورة.